اللي كلا معطل في الليل قبل من 3 ديال السوايع قبل ما ينعس كل نهار اولا على الاقل 4 ديال المرات في السيمانه كيقدر يكون عرضه اكثر للورم ديال المصران. هذا الخبر هو قريت هذه السيمانه في ديجيستيف ديزيز ويك كونفرنس ديال 2024 وقلت ارا نبارطاجي معكم. ما تنساوش حتى نتوما كيما ديما تبارطاجيو اللي تعم الفائده، واللي مازال ما تابوناش في هذا لاشين ديالنا مرحبا بكم معنا. 664 ديال الناس هادو هما اللي داروا لهم المنظار ديال الامعاء في اطار الفحص المنتظم من اجل الكشف المبكر. بين قوسين هادشي علاش الناس برا كيعيشوا اكثر وخصنا نبداو نديروا عندنا نفس القضيه ماشي حتى يبداو يبانوا الاعراض. المهم نكملوا. 42% ديال هاد الناس قالوا بانهم كيتعشاو معطلين في الليل جوست قبل ما ينعسوا. فهاد الناس كانوا احتمال ايجاد ورم في الاختبار ديال المنظار 46% اكثر من المجموعه اللي كيتعشاو بكري. هنا النوع ديال الورم هو ادينوم، ورم حميد ماشي كونسير، ولكن على حسب فين كاين في الجهاز الهضمي وعلى حسب لاطاي ديالو كيكون احتمال 5% حتى 10% انه يتحول لكونسير. بغض النظر على شنو كلاو، فهاد الجروب كان عندهم ريسك 3 ديال المرات اكثر انهم يكون عندهم ادينوم بالمقارنه مع الاخرين. علاش؟ ملي كتاكل معطل في الليل كتخربق الريتم ديال الساعه البيولوجيه ديالك اللي كتفرق بين الليل والنهار. هنا ما كنهضروش على الساعه البيولوجيه السنترال المركز الدماغ اللي كتصنع الميلاتونين مثلا باش يجيك النعاس. هنا حتى واحد الساعه بيولوجيه بيريفيريك محيطيه اللي كتكون في الاعضاء واللي عبرها كيعرفوا الاعضاء يتصرفوا على حسب واش الليل ولا النهار. واحد شويه ديال هذا السيستم بيريفيريك كاين في الجهاز الهضمي. شنو كيوقع في هذه الحاله ملي كتاكل معطل؟ فالدماغ كيفكر بان دابا الليل والجهاز الهضمي كيفكر بان النهار، وداك ليكيليبر ديال الجسم ديالك كامل كيتخربق. عجبتني هذه الدراسه لان هذه المره ما كيهضروش على شنو خصك تاكل شنو ما خصكش تاكل قبل ما تنعس في الليل، وانما على الوقت. حتى هو حاجه مهمه اللي الواحد خصو يعطي فيها الراحه ديالو للجهاز الهضمي ديالو. وبهذا كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وتهلاو في الصحه.